ماتش الاهلي وباتشوكا النهارده الساعه 12 بالليل، يعني بعد ما نخلص الخناقه اللي هتبقى ما بين كريستيانو رونالدو ولامين يامال هنخش نتفرج على الاهلي. وتعالى بقى نشوف التشكيله المتوقعه لماتش النهارده. مبدئيا كده في حراسه المرمى ممكن النهارده نشوف مصطفى شوبير، لان من خلال التدريبات كده خوسيه ريفيرو بيحب الحارس اللي بيعرف يبني الهجمه وبيعرف يطلع بالفريق اللي قدام. في الباك اليمين كده ما عندناش غيره محمد هاني. قلبين دفاع بقى اشرف داري ومصطفى العيد. والباك الشمال العائد من الاصابه يحيى عطيه الله. ممكن لسبب واحد بس ما يبداش بيحيى هنا، ان يحيى بقاله فتره كبيره قوي غايب عن الملاعب، فممكن هنا يلعب بكوكا وهنا عادي بمصطفى العيش، او ممكن ان هو يلعب بياسر ابراهيم ومصطفى العيش باك شمال. بس انا عن نفسي بقول لك ان هو ممكن يبدا بيحيى عادي ما فيهاش مشكله. في نص الملعب الراجل بيحب دايما ان هو يلعب بالاثنين دول يكونوا ديفندرات، وبنسبه كبيره احنا ممكن نشوف ثنائيه والله وحشتنا، ممكن نشوف ديانج وحمدي فتحي، ويلعب هنا بقى بمحمد علي بن رمضان في مركز 10 عيب، ده بما ان طبعا امام مش هيلعب النهارده بسبب الاصابه. بالنسبه بقى للجناح اليمين فبعدم جاهزيه زيزو ممكن يلعب النهارده بطاهر عادي، والناحيه الثانيه الجناح الشمال بنسبه كبيره هيكون تريزيجيه، ولغياب وسام ابو علي للتوقف الدولي عشان مشاركه مع منتخب فلسطين فممكن يلعب هنا باشرف بن شرقي. انا عايز اقول لك ان الراجل ده بيحب اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز، يعني مش عشان اشرف بن شرقي جناح هيفضل جناح، لا عادي ممكن يبقى مهاجم صريح في فتره وممكن يبقى جناح في فتره عادي، وهو لعب قبل كده اصلا مهاجم صريح. طيب علشان تكون فاهم برضو ايه اللي هيحصل ساعه الهجوم، ساعه الهجوم هتلاقي يحيى عطيه الله طالع لك الناحيه دي كده حرفيا واخد الخط كله، وهتلاقي عندك محمد علي بن رمضان وادي تريزيجيه وادي طاهر وقدامهم بن شرقي. والميزه هنا بقى هتبقى في محمد علي بن رمضان او امام عاشور فيما بعد، ان هو ممكن يخش كمهاجم تاني عادي مفيش مشكله، او ان هو يبقى موجود هنا واخد كامل الحريه باللي هو هيعمله. وبرده اكتر واكتر هنتفرج على ماتش النهارده عشان نفهم الليله دي هتمشي ازاي.